السنة قربت تخلص والسنة الجديدة قربت تجي. حبيت أعايد عليك وأكون أول وحدة. بعرف إنه نحن تاركين وما لازم أرسل لك شي. يمكن لأني تكون ارتبطت ببنت غيري ما أصير أراسلك أو أحكي معك، هذا يعتبر خيانة إلك. بس يلا، معايدتي إلك ما رح تأثر بشي. ما بعرف شو بدي أخبرك بهالسنة يلي مرت علي وانت مالك معي. تغيرت علي كتير شغلات. حاولت أكون بنت قوية وأكون قد حالي وأحكي بيني وبين حالي إنه أنا مالي بحاجة إلك، بس كان في صوت جواتي عم بيقلي وينده عليك، بده إياك تكون حدي. بس كبريائي ما سمح لي ولا مرة إنه أحكي معك أخبرك إني بحاجتك. بتمنى تكون هالسنة كانت خير عليك، خير عليك بكل شي فيها، وبتمنى بالسنة الجاي تكون بألف خير. يلا سلام. كنت منتظر هاي الرسالة منك وكنت عارفان لأني رح يجي يوم وتعايديني فيه. بس ما بعرف شو اللي صار لي. تخربط كل شي جواتي، تغير كل شي بحياتي. شو قلك؟ لأني اشتقت لك، لأني ما رح تروحي عن بالي، لأني بحبك كتير. ارجعي لي، خلينا مع بعض، خلي هالسنة الجديدة نكون مع بعض ونبدأ فيها. خلينا مع بعض، لأن كبريائك وكبريائي هو يلي دمرنا، هو يلي بعدنا عن بعض. خلينا مع بعض لك وحياة الله اشتقت لك، وحياة الله اشتقت لك. الندم والكبرياء بشعة كتير، بس كمان الواحد وقت يحس بغلطه ويعترف فيه مع شخص يلي بحبه، هذا شي عظيم أفضل ما يخسر كل عمره ويندم عليه. ربي لا يفرق بين كل اتنين بحبوا بعض، ويجمع كل اتنين بحبوا بعض بنهاية العام.